بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات قناة الدكتور الصيدلي يوسف الأنصاري. وفي هذه الحلقة معلومة مهمة عن الأنبيزيم والألفنترن. طبعا كثير من الناس عارفينهم إنه لما بيكون في أي ورم بيتاخدوا عشان يهدوا الورم ده، ولكن في حالة مهمة جدا لو اتاخدوا للورم فيها بيكون في ورم ناتج عن بكتيريا في مكان معين في الجسم. لو اتاخدوا فبتحصل مصيبة، أو لو اتاخد واحد منهم يعني بتحصل مصيبة بيترتب عليها التدخل الجراحي. سمعونا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ما نبدأ أتمنى من حضراتكم تدعموني وتشرفوني بالاشتراك في القناة وتتابعوا القناة بجميع أقسامها، أنت تحديدا في قسم اعرف دوائك، وبيكون في معلومات مهمة عن الأدوية بالطريقة أو باللي يهم الناس، أو بعض الأخطاء اللي احنا بنحذر من الناس في استخدامات الأدوية. لما بيكون في ورم ناتج عن خراج في الضرس، والخراج اللي هو بيكون سببه بكتيريا، بيبدأ الجسم يعمل زي سور أو سد عشان ما يخليش البكتيريا دي تروح لباقي الخلايا الحية. فلما بيتاخد الأنبيزيم أو الألفنترن بيبدأ يكسر في هذا السور بالبلدي كده، عشان دي طبيعته إن هو بيهاجم الورم. فلما بيكسر السور ده اللي عمله الجسم عشان يحد من البكتيريا، فبتبدأ تنتشر البكتيريا في الخلايا المحيطة، ولكن الجسم طبعا عنيد فبيبدأ يعمل السور تاني، والأنبيزيم أو الألفنترن عنيد فبيبدأ يهاجم من تاني، ويبدأوا يعندوا في بعض لحد ما البكتيريا تستقر في العظم بتاع الفك. ساعتها لا ينفع معاها أنبيزيم ولا العناد بتاعه ولا الألفنترن ولا العناد بتاعه ولا العناد بتاع الجسم، فما بينفعش فيها غير التدخل الجراحي. فمش كل ورم في الجسم ناخد له ألفنترن أو أنبيزيم، وإن كان الأشهر ده، ولكن في النقطة دي بالذات دي مصيبة بتحصل وما بينفعش معاها بعد كده غير التدخل الجراحي لو أنت استخدمت فيها الأنبيزيم أو الألفنترن، وهي الخراج اللي هو سببه بكتيريا في الأسنان، تمام، أو في اللثة بمعنى أدق. فلو في خراج في اللثة ما تستخدمش الأنبيزيم أو الألفنترن إلا لو الطبيب شايف إنه مفيش خطورة، وما أعتقدش إنه في أصلا حالات في ورم اللثة ينفع فيها الأنبيزيم، لكن أنا بدي مساحة للطبيب اللي هو شاف الحالة، لأن الهدف من القناة هي قناة توجيهية فهو بيكون أدرى، ولكن ده من باب التذكير. لو كان في ورم في اللثة ما تستخدملوش أي مضاد الورم، ولكن بيتم استخدام مضاد حيوي، وبيتم استخدام قاتل للبكتيريا اللاهوائية زي الفلاجيل وزي المترونيدازول. المترونيدازول يعني إذا أيا كان اسمه أمريزول أو فلاجيل أو أيا كان الاسم التجاري بتاعه، مش ده الفرق. أتمنى أن أنا أكون فدت حضراتكم. ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. تحياتي لكم، وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.